لقاءنا اليوم مع سماحته نهنيه بشهر رمضان الكريم يلي جاي علينا وعليكم، ان شاء الله تكون سنة خير وتكون فاتحتها انه صار في عنا رئيس جمهورية وفي عنا حكومة ومعولين عليها بالاخر انه تاخذنا على شاطئ الامان. اليوم كلنا بنعرف انه الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد مش مثل كلنا متوقعينه. بحثنا مع سماحته كيف لازم يكون في تنسيق بين كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنقدر نساعد أهلنا بهالوقت الصعب، ونحن كمؤسسة مخزومي طبعا عم نعمل اللي علينا. اثنين طبعا اللي بنعرفه انه 18 الشهر في الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بجنوب. نتمنى على الحكومة اللي تشكلت انه فعليا تعطي الدعم الكامل للجيش اللبناني حتى نشتغل كلنا مع بعضنا لتطبيق القرارات الدولية بكل مندرجاتها 1701، لأنه بالنتيجة اليوم بدنا المجتمع الدولي يشوفنا أنه نحن رحنا على الطريق الصح حتى بالآخر يدعمنا ونبلش عملية إعادة إعمار جنوب ترجع أهلنا لجنوب. وهون نحن بنقول أنه لازم الحكومة فعليا تفرجي وحدة صف، تفرجي دعم للجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية. وطبعا آخر شيء اللي بحب أقوله أن نحن نرفض ما قاله بنجامين نتنياهو بالنسبة لعملية تهجير الفلسطينيين. نحن بنشد على ايد المملكة العربية السعودية وبنذكر انه بال2002 المغفور له الملك عبد الله اطلق المبادرة الارض مقابل السلام من بيروت، يلي نحن عم نقول مبدأ الدولتين الارض مقابل السلام للرجوع يصفي عنا دولة لاخواننا الفلسطينيين، لانه لا يمكن الطريقة اللي متعاطوا فيها. ويعطيكم العافية.